وبطل فيلمنا كان مستعد يعمل اي حاجة عشان ينقذ حبيبته، لكن الحقيقة اللي اكتشفها قلبت حياته كلها الجحيم. فنصلي على النبي الاول ويلا بينا نشوف عظمة النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع جندي سابق اسمه بورنو وهو قاعد جوه ملهى ليلي، واثناء ما هو بيشرب ويسكي بيفتكر اخر مهمة نفذها في الجيش مع اخوه، وبنعرف ان هما الاتنين كانوا رايحين ينقذوا زميلتهم اللي اسمها فيتشي، وبنكتشف انها مخطوفة من جماعة ارهابية عشان ياخدوا منها معلومات سرية. لكن بورنو واخوه قدروا انهم يحددوا مكانها وبدأوا يصطادوا في الجماعة دي واحد ورا التاني. وفي الوقت ده كانت فيتشي بتتعرض للتعذيب منهم عشان تتكلم، بس هي رفضت تقول لهم اي حاجة وكمان شتمتهم. فبيتعصب زعيم الجماعة دي وسحب السكينة بتاعته عشان يقتلها، لكن بورنو في اللحظة المناسبة ضرب عليه النار وقتله، وبدأ معركته المدمرة معاهم هو واخوه عشان ينقذ فيتشي. وبيكونوا هما الاتنين مهارتهم عالية جدا وقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم، بس للأسف زعيم الجماعة دي سيطر على اخوه وقتله بالسكينة قدامه. وبنعرف ان بورنو من ساعتها وهو حاسس بالذنب لانه ما قدرش ينقذه. وفي الوقت ده بتجيله فتاة ليل وبتعرض عليه انه يقضي معاها ليلة، فبيقول لها بورنو ان موده مش كويس دلوقتي وبيطلب منها تجيله وقت تاني، لكننا بنعرف انها بتلهيه لحد ما بيظهر شخص جنبه وبيحط له حبايه في الكاس وبيختفي. وفي اللحظه دي بيشوف بورنو عالم اسمه كولوفسكي وهو بيتكلم في الاخبار، وبنعرف ان العالم ده بيعمل تجارب كتيره جدا عشان يلاقي علاج لمرض السرطان، وده لان مراته ماتت بسببه، ومن حزنه عليها قرر يصنع علاج باي طريقه. لكن بورنو وقتها كان شرب من الكاس وحس انه داخ حبتين، فبتستغل البنت دي الفرصه وبتخليه يمشي معاها بره الملهى الليلي. والمفاجاه ان هي بتاخده عند مكنه ATM وبتخليه يسحب كل الفلوس اللي معاه من غير ما يحس وبتسيبه وبتمشي. ولما بيفوق بورنو بيلاقي حواليه 3 حراميه بيحاولوا يقلبوه، فبيتصدم جدا وبيقوم يتخانق معاهم كلهم، ومن شده غضبه بيعجزهم خالص ومفيش كلب منهم بيقدر يقف قصاده. لكن فجاه بيحس بدوخه مره تانية وبيفقد الوعي قدامهم، وساعتها الشرطه بتوصل وللاسف بتقبض عليه معاهم. بس تاني يوم بيروح له واحد اسمه جو وبيقدر يخرجه من السجن، وبعدها بياخده للمطعم بتاعه وهو مش طايق يشوف خليته، وبيقول له جو انه تعب من اللي هو بيعمله في نفسه كل يوم، وبيفهمه انه لو اتحبس مره تانية مش هيروح يخرجه وهيسيبه مرمي في السجن. لكن بورنو ما بيهتمش لكلامه وبيفضل باصص لصورته مع اخوه وهو حزين جدا. فبيقول له جو ان الماضي عمره ما هيتغير مهما حصل، وعشان كده بينصحه يتجوز ويكون اسره يمكن حالته تتحسن، والاهم من ده كله انه يبقى راجل وينسى الماضي بتاعه. لكن بورنو بيرد عليه وبيقول له انه للاسف ما كانش موجود معاهم. فبيتعصب جو بيفكره انه كان القائد بتاعه ولازم يحترم كلامه، ده غير ان هو كمان اللي رباه بعد وفاة ابوه وشغله معاه كمان في المطعم. وبيفهمه انه لو فضل على الحال ده يبقى الاحسن انه يموت نفسه، وبيفكره ان ابوه مات بنفس الطريقه دي وهو برضه ما قدرش ينقذه، وعشان كده بيطلب منه يتخطى اللي حصل ويركز في مستقبله. وبيقرر جو انه يديله اجازه من الشغل عشان يرتاح شويه. فبيروح بورنو فعلا للبيت، لكن المجنون كان عاوز ينتحر. بس وقتها بتتصل بيه فيتشي عشان تطمن عليه وبتعزمه على قهوه، لكنها بتاخد بالها من المسدس اللي في ايده فبتساله عن اللي حصل. وهنا بورنو بيبدا يحكي لها اللي دار معاه جوه الملهى الليلي، فبتستغرب فيتشي وبتقول له ان ده لسه حاصل مع واحد من عملائها، وبتطلب منه يهدى كده وهي هتعرف مين المسؤول عن المصايب دي كلها. فبيشكرها بورنو وبيقفل معاها عشان ينام. لكن بعد شويه بيصحى على صوت مريب جدا، وبيتفاجئ ان في بنت مرميه قدام بيته ومغمى عليها. فبيفوقها بورنو باعجوبه وبينقلها على السرير عشان ترتاح، وبيروح يعمل لها اكل وحاجه دافيه تشربها. لكن في الوقت ده فيتشي بتتصل بيه وبتقول له انه اتخدر بماده محظوره اطلقوا عليها اسم نفس الشيطان، بس بورنو بيفهمها انه مشغول دلوقتي ولازم يقفل. وعلى طول بيروح يصحي البنت دي عشان ياكلها، ولما بيلاقيها خايفه منه بيعرفها ان هي دلوقتي في امان، وبيبدا ياكلها بنفسه، وبعدها بيطلب منها تريح جسمها. وفي اليوم التاني بيسيبها في البيت وبيروح شغله. لكن اول ما جو بيشوفه بيهزقه لانه متاخر ساعه كامله، فبيحكي له بورنو عن البنت اللي لقاها قدام بيته. وطبعا جو بيستغرب وبيطلب منه يوديها للمستشفى عشان ما يدخلش نفسه في مشاكل. فبيضحك بورنو وبيفكره ان هو اللي طلب منه يلاقي بنت ويتجوزها، وبيروح يهزر معاه عشان يسيبه يعيش حياته زي ما هو عايز. ولما بيخلص شغله وبيرجع البيت بيلاقي الدنيا متبهدله خالص، وبيتفاجئ ان البنت اصلا نايمه بعد ما حولت بيته لزريبه. فبيروح يغير هدومه عشان ينام، لكنه بيفتكر اليوم اللي مات فيه اخوه
وبينام على نفسه. بس وقتها البنت بتصحى وبتقرب منه عشان تشكره، لكن بورنو بيخنقها من رقبتها لانه كان بعيد عن الواقع. وساعتها البنت بتترعب منه لانها مش فاهمه اي حاجه، فبيهدى بورنو وبيهديها هي كمان وبيسالها عن اسمها وعن اللي حصل معاها، لكنه بيلاقيها مش فاكره اي حاجه، حتى اسمها مش عارفاه. فبيعرض عليها بورنو انه يوديها للمستشفى، لكن هي بترفض وبتقول له انها بقت كويسه. فبيحاول بورنو انه يفتح كلام معاها وبيعرفها بنفسه، بس وقتها البنت دي سرحت في ذكرياتها وهي طفله. فبيفوقها بورنو وبيطمنها انها تقدر تقعد معاه براحتها لحد ما تتحسن. ولما بيخلص شغله تاني يوم وبيرجع بيلاقي البيت متروق على الاخر، فبيعرف ان البنت دي هي اللي نظفته. لكنها اول ما بتشوفه بتقول له انها افتكرت شويه حاجات عن اللي حصل لها، وبتحكي له انها هربت من مزرعه مليانه ورد شكله مميز، وبتعرفه انها كانت مبسوطه جدا وهي بتهرب، لكنها مش فاكره السبب ايه. ولما بيسالها بورنو لو افتكرت اسمها بتعرفه ان اسمها صوفيا، لكنه بيلاقيها دمعت فجاه فبيهديها وبيطلب منها ترتاح. وفي اليوم التاني بيروح هو وجو للسوق عشان يشتروا كوتشي جديد لصوفيا، وطبعا جو بيستلمه انه بدأ يحبها وهو اصلا ما يعرفش عنها اي حاجه. وساعتها بورنو بيضحك وبيطلب منه اجازه يومين عشان يغير جو، فبيوافق جو، لكنه بينصحه انه ياخد باله كويس وما يسلمش قلبه بسهوله. بس بورنو بيرمي كلامه في البحر وبيروح يفسح صوفيا في المدينه، وبيقول لها انه بيحب يزور المعبد ده من ساعه وفاه اخوه. ومن غير ما يضيع وقت بيطلعوا رحله هما الاتنين في البحيره. وساعتها صوفيا بتطير من الفرحه وبتقرب منه لانها حست بالامان معاه، وبيكون بورنو اصلا مغرم بيها من ساعه ما شافها اول مره. وبيقرر اخيرا انه يولع في الماضي بتاعه عشان يعرف يعيش المستقبل معاها. وفي اليوم التاني بياخد صوفيا معاه للشغل عشان يعرفها على جو، والمفاجاه ان جو اصلا بيتصدم من جمالها وبيحسده كمان عليها. وبيعرف بورنو ان فيتشي هتيجي تقابله كمان شويه، وبيعزمه هو وصوفيا انهم يخرجوا معاهم ويقضوا اليوم سوا. فبيوافقوا هما الاتنين وبيروحوا كلهم يقابلوا فيتشي في سوق المدينه، وهناك بتشتري صوفيا فستان جديد بيحولها حرفيا لملكه جمال. ومن الوقت ده وبورنو حياته اتشقلبت 180 درجه بسببها، والموضوع بيتطور بينهم اكتر لدرجه ان صوفيا بقت تروح معاه الشغل. لكن في يوم وهما في السوق بتشوف صوفيا حد تعرفه، بس وقتها بتسحب بورنو من ايده وبتطلع تجري بسرعه وهي مرعوبه جدا. فبيستغرب بورنو وبيحاول يفهم هي ليه بتعمل كده. وهنا صوفيا بتنهاره وبتقول له انها مش عاوزه ترجع للمكان ده مره تانيه، وبتكمل جري لحد ما بتدخل تستخبى جوه حمام في مطعم. وساعتها بتفضل تعيط وبورنو اصلا مش فاهم منها اي حاجه، وعشان كده بيقرر انه يسيبها في الحمام ويروح يشوف هي خايفه من مين. لكنه بيتفاجئ بعصابه ملثمه بتقتحم المطعم وبتقتل اي حد قدامها. فبيشتبك بورنو معاهم وبيحاول انه يدافع عن نفسه، وطبعا بيستخدم مهاراته القتاليه الفتاكه في قتلهم. بس فجاه بيظهر زعيم العصابه دي اللي اسمه ريجلر وبيهجم عليه، وبيكون ريجلر قوي جدا وبيقدر انه يجرح بورنو في ايده بالسكينه. وفي اللحظه دي كان المساعد بتاعه بيدور على صوفيا، وبيقدر فعلا انه يوصل لمكانها وبيجيبها لزعيمه ريجلر. وبنعرف وقتها ان بورنو اكل علقه سخنه من ريجلر لحد ما فقد الوعي، ولما فاق راح بسرعه لبيت فيتشي عشان يطلب منها المساعده. فبتتصدم فيتشي اول ما بتشوفه مصاب وبتساله عن اللي حصل. وهنا بورنو بيحكي لها اللي حصل وبيقول لها ان في عصابه خطفت صوفيا. فبتساله فيتشي عن شكل العصابه دي والمعلومات اللي يعرفها عنهم، لكن بورنو بيقول لها انه اول مره يشوفهم في حياته، وبيحكي لها اللي قالته له صوفيا ومزرعه الورد اللي هربت منها. فبتبدا فيتشي تبحث عن الورد المميز ده على اللابتوب بتاعها، وبتتصدم جدا لما بتعرف ان الورده دي تبقى ورده البوك الملائكي. وبتقول لبورنو ان الورده دي بتجيب هلاوس لاي حد بيتعاطاها، وان اخطر العصابات بتتاجر فيها وكمان بتستخدمها لسرقه الناس، وبتكون معتقده ان هي السبب في تخديره جوه الملهى الليلي. وطبعا بورنو بيسمع الكلام ده وهو مصدوم جدا، وبيسالها ازاي صوفيا هيكون ليها علاقه بالحاجات الخطيره دي. فبتقول له فيتشي ان احتمال كبير انها تعرفهم، وبتحكي له ان من 10 سنين كان في قضيه كبيره عن اختفاء 5 بنات من السياح، بس الشرطه عجزت عن حلها لانهم ما قدروش يعرفوا مكانهم. والمصيبه ان بعد سنه واحده لقوا جثث البنات دي مرميه في اماكن مختلفه جوه المدينه. فبيحس بورنو ان صوفيا في خطر ولازم يلاقيها باي طريقه. وطبعا فيتشي بتقرر انها تساعده وبتاخده للملهى الليلي اللي هو اتخدر فيه، وبيبداوا هما الاتنين يراقبوا فتيات الليل اللي هناك من غير ما حد ياخد باله. وبيلاقوا فجاه شخص ساحب بنت مزة حبتين ورايح يسلمها لواحد تبعه. فبيتاكد بورنو ان ده من ضمن الاشكال الضاله اللي هو بيدور عليهم، وعشان كده بيروح هو يلحق البنت دي من الواد اللي ماشي بيها. وبتروح فيتشي للشخص اللي شاطها من البدايه وبتفضل تتميس عليه لحد
لحد ما عينيه بتزغلل من جمالها وبيطلب لها كاس، بس اول ما بيقرب منها بتكسر عليه ازازه ويسكي وبتسحبه من قفاه. ولما بيفتشوا بورنو بيلاقي معاه حبوب مخدره من اللي هو اتخدر بيها، فبينزل ضرب فيه عشان يعرف هو جابهم منين. وفعلا الشخص ده بيترعب منه وبيعرفه المكان اللي جابهم منه، فبيروحوا على هناك فورا وبيدخل بورنو يكسر وش اي حد في طريقه، لكنه بيلاقي نفسه جوه بيت دعاره بيوزعوا فيه المخدر، فبيشتبك بورنو مع التجار اللي فيه وبيقدر يصفيهم كلهم. واخيرا بيوصل لزعيمهم اللي اسمه نيكولاي، وطبعا مش بيسمي عليه وبيرنوا على محترمه زي اخواته، وبعدها بيسحبه من قفاه وبيرميه جوه العربيه. وهنا بيبدا بورنو انه يلعب في وشه البخت عشان يقول له على مكان صوفيا، لكن نيكولاي بيفهمه انه لو اتكلم هيقتلوه قبل حتى ما ينزل من العربيه، فبيديله بورنو من الحبوب المخدره عشان يجبره يتكلم غصب عنه. وبعدها بيساله هم بيعملوا ايه في البنات اللي بيخطفوها، فبيقول له نيكولاي انهم بيكسبوا من وراهم فلوس كتيره جدا، وبيعرفوا انه كان مجهز جرعه جديده من المخدر عشان يسلمها لزعيمه ريجلر. فبتتصدم فيتشي وبتساله عن المكان اللي هيقابلوا فيه، وساعتها نيكولاي بيقول لهم وهو بيضحك على مكانه لانه عامل دماغ طرش. فبينزلوا يحبسوا نيكولاي في العربيه وبيتحركوا على هناك بسرعه، واول ما بيوصلوا عند البوابه بيقدروا يغفلوا الحراس وبيقتلوهم. وبعدها بتطلب فيتشي من بورنو انه يحط جهاز تتبع في عربيه ريجلر، وبتفهمه انه لازم يخرج من غير ما حد يحس بيه عشان يقدروا يحددوا مكان صوفيا. فبينزل بورنو من العربيه وبيتسلل جوه الوكر بتاعهم، لكنه بيلاقي حراس كتير مسلحين وده كده هيبوظ خطته، فبيبدا يصطاد فيهم بكل احترافيه من غير ما يعمل دوشه. وفعلا بيقدر يوصل لعربيه ريجلر وبيحط فيها جهاز التتبع، لكن في اللحظه دي كان ريجلر متعصب جدا بسبب تاخير نيكولاي عليه، وبيكون بورنو ماشي بكل هدوء عشان يقدر يخرج من الوكر. بس فجاه واحد من الحراس بيشوفه وبيديله ضربه بتفقده الوعي، وفي الوقت ده فيتشي بتسمع صوت دوشه جنبها، واول ما بتنزل من العربيه بتلاقي نيكولاي حرر نفسه وبيهاجمها، لكن هي بتقدر تسيطر عليه وبتاخد السلاح منه وبتقتله بيه، وعلى طول بتجهز نفسها وبتروح تدور على بورنو. وساعتها كان بورنو بيتعرض للضرب الشديد جدا من رجاله ريجلر، لكن هو ما بيهتمش وبيسأل ريجلر عن مكان صوفيا. فبيضحك ريجلر وبيقول له ان اللي بيحب المشاكل لازم يكون قدها، وبيطلب من رجالته انهم يخلصوا عليه وبيسيبهم وبيمشي. لكن وقتها بورنو بيستخدم مهاراته القتاليه وبيقدر ينيمهم كلهم. وفي اللحظه دي كانت فيتشي دخلت المكان وبدات الاشتباك مع الحراس، وبورنو هو كمان بيدخل في معركه عنيفه معاهم وبيقتل اي حد يعترض طريقه منهم، لكنهم بيتكتروا عليه وقربوا كمان يقتلوه بالسكاكين. بس فجاه بيظهر جو وبيقتلهم كلهم وبينقذ حياته. فبيفهم بورنو ان فيتشي هي اللي كلمته عشان يجي يساعدهم، ومن غير ما يضيعوا وقت بيهجموا على باقي الحراس بشراسه عنيفه. لكن فيتشي في الوقت ده اتغفلت بطلقه في رجلها اثناء معركتها معاهم، بس قدرت بعدها تسيطر على الوضع وقتلتهم كلهم. ولما بنرجع لبورنو وجو بنلاقيهم في معركه عنيفه جدا مع الحراس، وبيظهر وقتها مساعد ريجلر وبيهجم على بورنو وبيحاول يقتله، بس بورنو بحركاته القتاليه العنيفه بيقدر ينزله على سيخ حديد وبينهي حياته. لكنه بيتفاجئ ان جو اتصاب وبيطلع كمان في الروح، فبيحاول بورنو انه ينقذه وينقله للمستشفى، بس جو بيقول له ان دي النهايه وبيعرفه انه حبه زي ابنه بالظبط. وللاسف بيموت جو قدامه في لحظه مؤثره جدا. ولما فيتشي بتعرف بتتقهر هي كمان على موته، وبتقول لبورنو انها اتصابت ولازم ترجع البيت فورا، لكنها بتديله لوكيشن المكان اللي ريجلر موجود فيه. فبيتحرك بورنو على هناك فورا عشان ينقذ صوفيا، واول ما بيوصل بيدخل يسفلت وش واحد من الحراس وبياخد هدومه يلبسها عشان يقدر يمشي في المكان، لكنه بيتفاجئ انه موجود دلوقتي جوه مختبر سري. ولما بيحكي لفيتشي اللي هو شايفه بتطلب منه يروح لغرفة المراقبة، فبيسأل بورنو واحد من الدكاترة عن مكان الغرفة، بس الدكتور بيكبرها عليه وبيقول له انه مشغول دلوقتي. فبيهدده بورنو بالسلاح عشان يجبره يتكلم، وفعلا بيخاف منه الدكتور وبياخده لغرفة المراقبة، لكنه بيتكلم مع الموظف بلغة تانية وبيعرفه ان الشخص ده بيهدده بالقتل. فبيتصدم الموظف وبيشغل جهاز الانذار، وطبعا بورنو بيضطر انه يقتلهم هما الاتنين، وعلى طول بيتصل بفيتشي وبيخليها تسيطر على السيستم بالكامل. واول ما هي بتفتح كاميرات المراقبة بتتصدم جدا، وبتعرف بورنو انه دلوقتي في مختبر العالم كلوفسكي. بس المفاجأة الكبيرة لفيتشي لما بتشوف صورة مراته سارة، وبتقول لبورنو ان سارة فيها شبه كبير جدا من صوفيا، وبعد شوية بحث عرفت ان كلوفسكي صنع بشرية شبه مراته، وانه استخدم الخمس بنات السياح عشان يقدر يغير في الجينات بتاعتها، وفي النهاية قدر يوصل لنفس هيئة مراته سارة اللي هي دلوقتي
دلوقتي صوفيا. وطبعا بورنو بيتصدم جدا من اللي هو شايفه، لكن فجأة بيهجم عليه واحد من الحراس بس هو بيقدر يقتله، وبيروح يدور على ريجلر وكلوفسكي عشان ينتقم منهم، وبيبدأ معركته مع الحراس اللي بيقابلها ومش بيرحم حد فيهم. ومع ان الحراس عددها عمال يزيد بس بورنو بيدخل عليهم بقلب ميت، وبيقدر بأساليبه القتالية العنيفة انه يقتلهم كلهم. واخيرا بيوصل لكلوفسكي اللي بينبهر جدا بمهاراته، وبيقول له انه ممكن يستخدم حمضه النووي في مشروعه اللي جاي، لكن بورنو بيشتمه في الوقت اللي بيظهر فيه ريجلر وبيهجم عليه. وهنا المعركة بتبقى عنيفة لدرجة كبيرة لان ريجلر محترف جدا، وبيستمر القتال بينهم، وبيحاول بورنو انه يتصدى لضرباته المدمرة، لكن ريجلر كان قوي جدا وللاسف قدر انه يكسر وشه. وساعتها كلوفسكي بيجي يفضي الويسكي على وشه، وبيقول له هو بيضحك ان صوفيا تبقى ملكه لان هو اللي صنعها، وبيطمنه انه هيمسح ذاكرتها بالكامل وهيخليها تنسى انها شافته قبل كده. لكن بورنو بيقول له انه ما يقدرش يجبر صوفيا انها تكون مراته، وبيعرفه ان هي حبته واختارته شريك ليها وده مش هيعرف يغيره ابدا. فبيتعصب كلوفسكي وبيؤمر ريجلر انه يقتله، وفعلا بتبدا معركه تانية بينهم، لكن المره دي بيستخدم بورنو قوته كلها عشان يسيطر عليه، وبيقدر فعلا يخنقه من رقبته لحد ما بيقتله. بس فجاه بيخنقه كلوفسكي من رقبته وبيسحبه جوه القصر بتاعه، وللاسف بورنو مش بيستحمل وبيغيب عن الوعي تماما، وبيبدا كلوفسكي يجهز حقنه عشان يقتله بيها، لكن بورنو بيفوق في اللحظه المناسبه وبياخد الحقنه منه وكمان بيحينه بيها، وعلى طول بيدخل بيه للغرفه اللي فيها صوفيا. بس قبل ما ياخدها ويمشي بيطلب منها كلوفسكي انها ترجع له، لكن صوفيا بترفض وبتديله كمان بالرجل في وشه، وبتاخد بورنو من ايده وبيمشوا بعد ما ولعوا في المختبر السري كله. ولحد هنا يا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصه الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو اول مره تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في اسد الملخصات. ده غير ان سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.